الرئيس السلام عليكم. وعليكم السلام. كتب لي كنت وجدت شي دواء واقيلا هنايا. اييه الكتاكيت. كنوجدوا شي دواء الكتاكيت، اعشاب طبيعيه ياك واخا عطينا واحد شويه توضيح. كاين كنستعملوا هاد الخل ديال التفاح، كنستعملوا واحد 3 حامضات. بالنسبه للعدد ديال الفلوس اللي عندك، فهمتي، كتستعمل الحامض داكشي اللي على حساب العدد اللي عندك. على حساب العدد اللي عندك في كناخذ واحد جوج معالق صغار ديال الخرقوم. خرقوم عرق طحون. المهم نحتاج هو حسب العدد اللي عندك. انا المهم استعملت، انا عندي واحد العدد ديال الفلوس، استعملت لهم جوج معالق. ما دخل من بعد غنعطيو العدد تا هو ديال شحال غنعطيو هنا غنحتاج واحد 3. المهم انا غادي نحتاج شي جوج دراهم ديال الثومه. ومن بعد خليكم معنا، من بعد غادي نقادوا المسائل وغادي نوريكم كيفاش غادي نستعملوا هاد العشوب الطبيعيه. واخا مرحبا. دابا غادي نكبوا الماء اللي غادي يقاد حساب الفلوس. المهم درنا جيتون تقريبا ونص ديال الماء. هنا غنديروا الحامض، نعصروا واحد الحامضات فيه كما هك. سير حياتك، بغيت تذوق تلو قولوا، الا باغي تعوم. واش الثانية كانت الطريقة. هنا كما قلنا لكم درنا واحد 3 حامضات. قبيله درت لكم البصلة اللي ما ذكرتهاش لكم، البصلة الحرة اللي هي حارة حارة شوية، هي مزيانة. نزيدوها مع الأعشاب الطبيعية كما تشوفوا. المهم خاصك كيفاش تقردها، يمكن لك تشولدها كاع بهذه الطريقه. المهم جميله وصافي. فيها الحامض وفيها الثومه والبصله، هي حتى بحال غادي نديرو حنا الطاجين كاع كلشي موجود. سمحوا لينا. حنا صوبنا هاد الدجاج. المهم واحد 2 طريسات ديال الثومه، ها هما غادي نحاولوا نقربوا نتعاملوا بهاد الطريقه. بحال كنا خصنا اللي بغى يدير بهاد الطريقه يديرها، اللي بغى يديرها بشي طريقه اخرى يمكن ليه يديرها. هاد الثومه انا بعدا قررت ندير ليها بحال فضلت ندير ليها الطريقه كيما هكا، قررت هاد الطريقه. وبغيتو تدقوها الثومه، بغيتو تورقوها تنعسوها وتحطوها، اللي بغيتو ديروها اي طريقه ممكن لكم ديروها. هنا التفاح، تخلي التفاح نستعملوا واحد 2 غلاق ديالها في النهايه. نجيو لهاد السكينجبير، هاد عفوا خرقوم، شي معلقه كبيره تقريبا قد هادي على حساب العدد اللي عندكم. انا بعدا المهم انا قررت ندير واحد المعلقه كبيره كيما هكا. وهذا الدواء هذا كما تشوفوا هذا ديال الحنجوره، هذا استعملتهم والبارح. المهم خصني من بعد 3 ايام ونعاودوا ليه. دابا قررت ندير لهم اعشاب طبيعيه نعطيها لهم مزيانه لهم من جهه الحوايج اخرين. خلطوها كيما هكا بهذه الطريقه. المهم حنا جينا الحاجه الاخيره، غنعمروا الشرابات ديالنا. نعمروا الشرابات بهذه الطريقه. بسم الله.
هنايا ما حنايا يلاه بادي باقي يلاه مبتدئين. المهم حنايا هنا الشرابة الثانية نديرو شي كاس كبار شوية، ندير العمر ديالهم تقريبا واحد شهر ويومين، شهر و 3 أيام. هذا غنعطي الكاس كبار، هذا غنعطيه هذا يلاه عندهم تقريبا شي 23 يوم، 22 23 يوم. المهم انا غنعطيو هاد الكاس الصغار هنا. دابا هادي ها هي وجدت، ها هي واجدة هادي، غنعطيوها دابا حاليا. وهادي هنا غندخلوها لهادو اللي هنا. نعطيهم دابا يشربوه، حيت هما غنعطيهم، حيت غنعطيهم ماكل ثاني من بعد الدواء يشربوه. لا المهم دابا غادي نعطيهم الطريقة اللي غادي نستعملها. هاد الطريقة نستعملها تعلقها. باش نعلقها في النوق، باش من ساعة كنبغي ناخذها كتجيني ساهلة بلا من كنعلقها، نخليها مهزوزة شوية من الهواء، نخليها شوية بعدا من الأرض، لا قبل باش ما تكرفسوهاش في سميتو. نحطها لهم بهاد الطريقة كيما نعطيهم بهاد الطريقة كيما نخليهم يشربوا الماء. ناخذهم ها هما كيشربوا دابا. وهنا عندنا الفيلسات، من بعد نشاركوا معكم السلالات، واش من سلاله واش من بعد ان شاء الله، وغادي من بعد الفيديو ان شاء الله ونتلاقاو معكم. صافي نسد. اخوان بقى واحد غادي نبارطاجيها معكم. هنا عندنا الوكالات باقي كنعطيهم الماء، ولكن بالحق دابا باقي كنعطيهم غير الديماراج هو كنعطي ليهم، ومن القدام بعد يكملوا واحد 3 شهور ولا شنو على حيد لهم الديماراج. حاليا دابا كنكمل لهم الديماراج كما كتشوفوا. الديماراج دقيق النمرة 1. المهم حنا غادي نعمروا لهم الوكالات، نعطيهم لي ياكلوا. اللهم بارك. نعرف هاد النوع ديروا لنا في كومونتير. هاد النوع براهما، وهاد النوع السلالات، هاد النوع تا هو السلالات الامريكي والسورالي. نقطع الله يدير الخير.